اهلا وسهلا. بصوا كلمتين كده قبل بس ما نبتدي نعمل الفيديو بتاع التحليل. هو انا بس عايز اتكلم عن عبد الله السعيد. عبد الله السعيد هايل 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 النهارده. محمود بنتايج جامد جدا، هايل جدا، واجبات دفاعيه على اكمل وجه، وجبات هجوميه على اكمل وجه. شيكو بنزا لما بيضم القلب الملعب بتلاقي على طول بنتايج قاطع في ظهره. ناصر ماهر حلو النهارده، بس لسه في اكتر من كده ناصر، بكتير بكتير قوي. اخوان الفينا طبعا ما مش هتكلم يعني حته واد، بس برضه لسه شويه يعني. تاني عمر جابر كل يوم بتثبت لي ان احنا لازم نلاقي لك بديل. انت اتعمل من ناحيتك كام عرضيه يا عمر؟ انا جايبهم لك والله جايبهم لك. يعني انا لو جبت عدد الهجمات اللي جه من عندك، انت تقريبا قطعت واحده ولا اتنين منهم، واحده في الدقيقه 88، وقمت قعدت رحت جاي فارد صدرك كده وعملت ان انت كده يعني ايه، خلصت الدنيا كلها وجبت لنا الماتش. الونش انت مش مظبوط، بقالك الماتشين اللي فاتوا برضو ما كنتش حلو. حسام عبد المجيد انت قليل جدا برضو، مش مظبوط خالص. اتمنى ان صلاح مصدق ياخد مكان واحد فيهم، اتمنى ان هو يبقى مكان الونش. والله ما عشان جبت في نفسك جون، بس انت ونش بقالك الماتشين اللي فاتوا كمان زي الطين. انت حسام عبد المجيد مش لوحدكم. محمد شحاته راجع نفسك. دونجا انا جايب لك حته لقطه يا دونجا، بس يلا خلينا ايه، خليها كده، خليها ان شاء الله هتبقى في الزاويه. اوفرول يعني للماتش، الزمالك لعب ماتش حلو. الزمالك النهارده لو ادم كايد كان فايق احنا كنا نقدر نعمل احسن من كده بكتير. ادم كايد جاله واحد على واحد بتاع 4 او 5 كور في اخر 5 متر. يعني اعتقد ان لو كان حد برضه عنده تصرف احسن من كده شويه، لان ادم انت في واحد لواحد ما بتبقاش قد كده، انت عندك حركه واحده بس تعملها، بس ما تعملش كده حاجه تانية. ناصر يمنسي، بص انا مش هتكلم عن عودة الدباغ. عودة الدباغ واضح ان هو لسه قدامه حبه علشان يجيب نفسه، بس لازم يلعب لانه لعيب تقيل جدا تحرك. ناصر يمنسي، مش هقول لك اكتر من ان انت ابوك راجل غالي علينا، مش هينفع اتقل عليك يا ناصر، بس مش هقول لك اكتر من كده. استنوا بقى الفيديو التحليلي للماتش ولحالات الماتش ان شاء الله في الزاويه على اليوتيوب، وبرضه هحاول ان انا اخده اقطعه وانزله هنا على التيك توك. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. شكرا.